قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب إن فريقه ما زال غير مرشح للتتويج بلقب كأس إفريقيا 2023، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات. ويتواجد منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة والأخيرة، والتي تضم إلى جوارهما تنزانيا وزامبيا. وقال الركراكي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: نعرف أن منتخب الكونغو لديه لاعبين جيدين ويلعبون في أندية جيدة. سنحاول مسايرة المباراة على طريقتنا سواء بالكرة أو بدونها. وأضاف: بالنسبة لي لا أؤمن بفكرة أن الفريق الذي يربح لا يتغير، وإنما أطبق ما أراه يوم المباراة. الأهم أنه لدينا خيارات كثيرة ولاعبين بإمكانيات عالية، وغدا سنشرك الخيار الأنسب لأن ما يهمنا هو التأهل. وبسؤاله عن عز الدين أوناحي أجاب: دائما أقول إنه لاعب موهوب، إنه واحد من نقاط قوتنا، وهو إنسان يتعرض للانتقاد أحيانا وعليه أن يكبر معها. إنه لاعب ذكي ولدينا لاعبون في الاحتياط قد يعوضونه. طالع أيضا فيرتيكال بار عز الدين أوناحي يسخر من منتخب مصر قبل انطلاق إفريقيا: يتقدمون بهدف ثم يسقطون يمينا ويسارا وشدد. تعلمون أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الأهم بالنسبة لي. لقد بدأنا المسابقة بشكل جيد، ولم يكن الوقت لترك بعض الأمور تفقدنا التركيز. أوناحي يبقى لاعبا مهما، ولم نرغب في أن تتم مضايقته ببعض المواضيع رغم أنها لم تكن أمرا مثيرا للجدل. وأردف: لسنا مرشحين بعد للتتويج باللقب. رأينا السنغال أمام الكاميرون ومنتخبات أخرى تصعد بسرعة. المرشحون سيظهرون انطلاقا من دور ثمن النهائي. واختتم: وضعنا كمرشحين يضحكني، فهذا يعني كأنهم يجعلوننا فائزين، وهذا لم أراه بتاتا. الكرة تلعب على الميدان وترشيحك لا يعني شيئا. نحن جئنا بطموح وهذا هو الأهم. ومن المقرر أن يلتقي المغرب مع الكونغو الديمقراطية غدا الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد أن فاز الأسود في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام تنزانيا.